كبير في المدرجات. الأنصار صنعوا الحدث وفوق أرضية الميدان اللاعبون أنجزوا المهمة وفازوا بهدفين مقابل صفر، هدفين رائعين، هدفين المأمن، ولو أنه ما زال فيه مباراة العودة، إلا أن اتحاد العاصمة قطع شوطا كبيرا ووضع قدما في الدور نصف النهائي. متصدر الدوري المغربي قاسي سعيد ينهار هنا في ملعب 5 جويلية أمام اتحاد العاصمة بقيادة الجنرال عبد الحق بن شيخة. حقق أحلى نتيجة ممكنة. 2-0 نتيجة رائعة رائعة جدا محمد. ولو اللي صار في بلادهم شيء صعب. نقول هذه المقابلة تاع البارح هي مثالية لاتحاد العاصمة، ماتش ريفيرونس. الاتحاد ينقذ شرف في الكرة الجزائرية لأن الوحيد اللي فاز. في انتظار مقابلة العودة اللي راح تكون كما قلت تكون صعبة. فريق اتحاد العاصمة لما نتكلموا عليه في الدوري الجزائري لما يلعب داخل الديار يعني يفوز باريحيه، ولكن خارج الديار يبقى فريق هش، يعني فريق فراجيل بزاف. اليوم ماذا بينا نشوفوا الاتحاد العاصمه لما يمشي للرباط يكون ماهوش الفريق الهش اللي كان يلعب في الدوري الجزائري، لازم يعاود نفس المقابله اللي اداها البارح لانها بالنسبه لي احسن مقابله في هذا الموسم لاتحاد العاصمه. نشوف فخامه انصار اتحاد العاصمه، تاريخ عريق في التشجيع، مهد التشجيع. انصار اتحاد العاصمه معروفين على الساحه الافريقيه والعالميه ايضا، تيفوهاتهم والاشياء الجميله التي يقومون بها في المدرجات تتداولها مختلف المواقع العالميه المختصه في التشجيع. حسين، انت لعبت في اتحاد العاصمه وتعرف الانصار. جماهير محمد، جماهير فريق اتحاد العاصمه، جماهير اللي عندها يعني الشغف يعني في المدرجات، عندها يعني حب كبير لهذا النادي. نشوفوا محمد هذه الاشياء كانت تحدث حتى وين كنا يعني في السابق. مثل هذه الصور كانت يعني تذكرني في لعبنا مباراة في ليالي رمضان لمولودية الجزائر اتحاد العاصمة، فزنا 2-1. مثل هذه الصور محمد طبقا للأصل. نشوفوا فريق اتحاد العاصمة قدم مباراة كبيرة. الملعب هناك فاحترق بهذا الطريقة 37 اللي ترمز ل 1937 تاريخ تأسيس النادي. نعم، شوف الملعب احترق. هذه الصور تم تداولها في مختلف المواقع العالمية. كانت فرحة كبيرة محمد، هنا كانت فرحة كبيرة للجماهير، خاصة في المباراة اليوم اللي هو ربع نهائي يعتبر يعني تاريخي محمد. النجمة التي ما زالت تنقص قميص اتحاد العاصمة، يريدون أن يزينوا قميصهم بنجمة يستحقونها. فرصة هذه فرصة مواتية لهذه اللاعبين محمد. لازم اللاعبين لازم يكون عندهم يعني تركيز كبير، يعني خاصة في مباراة العودة. نعم. قطعوا يعني شوطا جد كبير كما تكلم محمد وقال لك، يعني نتيجة جد مرضية 2-0. يعني كي تجي تشوف المباراة ضد فريق يعني محترم اللي هو الجيش الملكي محمد، لازم عليهم في مباراة العودة يكون تركيز كبير من اللاعبين، يكون استرجاع باش يعاودوا يرجعوا اللياقه تاعهم هذيك في الاقرب وقت، لان مباراه العوده راح تكون مباراه يعني تاع رجال، مباراه تاع لاعبين اللي سيدي قيري محاربين، ونعرفوا المدرب عبد الحق بن شيخه مدرب محارب، مدرب اللي يحب اللاعبين اللي عندهم لونجاجمون فيزيك هذاك وما عندهمش الخوف والرجوع للوراء. نشوفوا محمد البارح كانت مباراه تكتيكيه بين المدربين، المدرب الفرنسي للجيش الملكي والمدرب عبد الحق بن شيخه، وين لعب 4-2-3-1. لعب الزواري هو رقم 10، وين قدم مباراه كبيره من الناحيه الدفاعيه محمد. كان يعني خاصهم اتحاد العاصمه، وين شفتهم في عده مباريات، وين اللاعب يعني اللي يلعب الافريقي اللي يلعب في اتحاد العاصمه ما نعرفش اسمه محمد، كان دائما لما يلعب في وسط الميدان. البارح عبد الحق بن شيخه تفطن، وين لعبوا كجناح ايمن مع جناح ايسر اللي هو مزيان وجناح ايمن، وكانوا يتداولوا على الاجنحه يعني مزيان واللاعب الافريقي. وزواري كان النقطه يعني اللي كانت تخص الاتحاد العاصمه، وين لعب مع شيتا وبن زازا في وسط الميدان واعطى بن زازا هذا سان تري بون جوار، لاعب يساري لاعب جد يعني مميز، وين اعطى لهم هذاك الدافع. يعني الزواري نتمنى يزيد يكمل بنفس هذا الاداء، وان شاء الله يزيد يسترجع القوه تاعو، لانه لاعب مخضرم ولاعب اللي يعرف، لاعب اللي حيلي محمد. في فريق دائما لازم لك لاعبين اللي يكونوا عندهم الحيله، يكون عندهم الذكاء. نعم. سيدي شوفروني اللي بعثوا الفريق نحو الامام. اللاعب الافريقي التي تحدث عنه اوريبوني البوتسواني، 27 سنه. هذا اللاعب محمد من ناحيه تكتيكيه، وعلاش يحبوا المدربين وعلاش يحبوه؟ لانه من الناحيه التكتيكيه منضبط محمد. هو صح يعني كان يلعب في المغرب، وكان يلعب في المغرب، بس عنده 6 شهور ما لعبش محمد، لهذا يعني كان عنده تاقلم صعب نوعا ما. لكن دائما ما يعني البوست يعني اللي شغلوه البارح محمد كان يعني جد نافع للفريق. وين كان يلعب ان توش دو بال، كان يقدم. لعبوا الجيش الملكي كانوا اكثر عنفا امس، لعبوا اتحاد العاصمه، لعبوا مباراه قويه، مباراه رجوله، لكننا شاهدنا بعض التصرفات الغير لائقه من اللاعب رضا سليم ضد اللاعب محيوس، خاصه في الدقائق رقم 7. وهذا لاعب اساسي في لاعب جيد، لاعب جيد محمد. يعني خساره كبيره للفريق تاع المغرب. ولكن اللقطه اللي قام بها نظن بلي تسهل البطاقه الحمراء. الحاكم اسمح لي لانه حطوا الشباح
لانه في مباراه شبيبه مثلا كانت فيها اخطاء، كانت فيها ركله جزاء الحكم ما ولاش الفار امس. هذيك اللقطه كانت باينه، تعرض للطرد في اخر المطاف. هذيك اللقطه كانت باينه بلي طرد اعتداء مباشره امام الحكم. يستنى حتى يولي الفار. دي فوا تحس لي زاربيتان مع احتراماتي سي سون تي بو ستوبيد. لكن هناك محلل محمد في قناه معروفه وين تكلم قال لك وعلاش ما كانش قال لك وعلى ما يوليش للخطا من قبل. كان محيوس كان لعب بالمرفق تاعو، لكن قبل المرفق كانت لمسه يد لفريق اتحاد العاصمه محمد. حسين لا ماشي في الجزائر، حسين في قناه معروفه وكبير. وكبير فقط بانه فيه تعثر ثلاثي للانديه المغربيه المشاركه في المنافسات الافريقيه. الوداد والرجاء خساره والجيش. الوداد في امام سيمبا التنزاني في تنزانيا، خساره الرجاء في القاهره امام الاهلي المصري، وخساره الجيش الملكي امام اتحاد العاصمه. لكن الوداد يقدر يرجع. اسمح لي محمد، هذا حبس الوداد يقدر يرجع. انا شفت المقابله، الرجاء سعيد 2-0 صعيب كما تتكلم مع الاتحاد العاصمه 2-0 يعني نتيجه رائعه. نوري برك الحسين على ضربه الجزاء. اليوم القوانين عاودوا عدلوهم، الفيفا عاود ليس ضربه الجزاء محمد، الكارت الاحمر. لا تكلمت على بالمرفق وما كان ضربه جزاء. القوانين عاودوا عدلوهم الفيفا. اليوم ما تقدرش دير يدك هكذا وتحت طاكي ولا طاكلي، من المستحيل لما تصعد باش تقفز حسين انت تعرفها، ما تقدرش يديك هما اللي يقفزوك. نظن الفيفا عاودت رجعت وعدلت هذه القوانين. هذه حاجه ايجابيه. نعم، ونذكر فقط بانه استقبال نادي الجيش الملكي كان رائع، ولاعبو اتحاد العاصمه كانوا ذو اخلاق عاليه، ولم يحدث اي شيء فوق ارضيه الميدان ما عدا بعض التصرفات الطائشه خاصه من اللاعب رضا سليم. حتى كان هناك مناصرين، كان بعض المناصرين للجيش الملكي وين كانوا يعني في المدرجات يعني شافوا المقابله بكل اريحيه، وكانت روح رياضيه محمد، ما كان حتى مشكل. لكن كي تكلمت محمد في الخساره تاع الرجاء والوداد والجيش الملكي، سيدي سكوربياج محمد 2-0 1-0 2-0 لا اعتقد بانها نتيجه خادعه. 2-0 نتيجه شبه امنه، يعني تعرف فقط كيف تحافظ وتعرف كيف تلعب في مباراه العوده تتاهل. محمد في الاجواء الافريقيه نقول لك باللي سيدي سكوربياج هو عرين، ما تتكلمليش على اوروبا محمد. كي تلعب في اوروبا تلعب في ميدانك ولا خارج ميدانك نفس الشيء. 2-0 يعني راح تروح تخسر 3-0 يعني انت غير موجود. ما تخسرش 3-0 ما تستاهلش. 3-0 اذا خسرت انت غير موجود. محمد ما تخسرش 3-0 يعني 2-0 راك متعادل، تروح لضربات الجزاء. نشوفوا محمد هذه النتائج هذه من الصعب محمد، وراح يكونوا فيهم مفاجآت في لقاء العودة محمد. أنا نظن باللي الوداد قادر يرجع أمام سيمبا التنزاني. أمام سيمبا. الرجاء صعيب جدا في ظل أن الأهلي محمد رجعت اللياقة ديالها. نعم. الرجاء أيضا ما عندهمش مدرب. رجاء مدرب السابق المنتخب التونسي مدرب كبير، ما يعني بعض لاقام وين يحكم فريق بهذا لأنه لما تشوف اللاعبين عندهم لاعبين 2-0 امام الاهلي اللي تاهل بشق الانفس، والرجاء اللي تاهل في المركز الاول شويه. ميدو في كاس الكاف النتائج الاخرى